بسم الاب والابن والروح القدس واحد امين. ربنا ده جميل. ليه؟ يخوف ويهني. واحد يعمل خطيئة يخوف، واحد يتكل على ربنا يهنيه. يخوف ويهني. يقول ايه؟ شماله تحت رأسي يمينه تعنقني. شماله تحت رأسي يعني يقول لي خلي بالك كده بالهدوء، وعند الاحتضان باليمين. شماله تحت رأسي يمينه تعنقني. مزمور 30:20 بس المزامير بيبقى فيها ترجمة سبعانية وترجمة كده، يعني ممكن يبقى 31 مثلا. المهم يقول ايه بقى؟ اسمعوا كده: يلا يا عظم، يلا يا عظم، يلا يا عظم فيض عذوبتك يا رب، حلاوتك. يعني عايز اثبت ان 10% من المسيحيين متمتعين بحلاوة الله. متوقع ان مش اكتر من 10%. ما احنا معكم. امال المر اللي احنا فيه ليه؟ عشان ما فيش تمتع داخلي بعذوبة الله. احد الاباء القديسين قال: ما تعتبر ربنا صديقك يا اخي، حتى حبه زي صديقك. الشباب الايام دي يقول انتيمي، وخصوصا البنات تقول لك انتيمتي، يعني هوات الزميل. مش عارف، غالبا ما تستغناش عنها. افتكر واحده جت قالت لي، قلت لها زعلانه ليه؟ قالت لي انتيمتي. قلت لها ماتت؟ قالت لي اتخطبت. ابويا لا، مش هتقعد معي زي ما كانت تقعد معي الاول. يا ما تعتبر ربنا انتمك، ما تعتبر ربنا انتمك. ربنا حلو قوي قوي. غالبا بلا حلاوة الله لا داعي من معيشة إنسان على الأرض. فكل أمة له ناس بيحبهم، وبيكون ربنا حاطط عينه على حد زي شاول مثلا، سنين طويلة يتوبه، عشان بيجد القلب بتاع شاول القلب ينفع يا ربنا ترك مش ترك. خلى ال 12 تلميذ راحوا يجيبوا سندوتشات، وقعد مع السامرية اللي بتتمتع بعذوبة قلب الله. يلي عظمة فيض عذوبتك يا رب. ياه، كلام صعب لو تقسنا بيه غالبا، بس كلنا في الموازين إلى فوق. أفتكر من حوالي 15 سنة وفي رمضان جت واحدة أجنبية بالعجلة والشرطة وراها. قلت لها في المكتب جوه ديانتك ايه؟ جت نور ريجنت. تبقى أحسن. وبعدين وربنا ربنا بتاع الطبيعة، ثانك يو فور سن فور مون، ثانك يو. بعدين قلت لها لما تمشي دلوقتي تروحي فين؟ قالت عند صاحبي. قلت لها فين صاحبك ده؟ قالت في سوهاج. قلت لها طب ما تعمل ربنا صاحبك. قلت له بتحط الشرطه الدنيا رمضان والناس صايمه، حطوا عجلتها فوق العربيه وامشوا بيها، تمشوش وراها. صاحبها قال طب ما تعمل ربنا صاحبك. ربنا عمل الطبيعه كله ثانك يو، وجاي مشي الناس وراك عشان تروح عند صاحبك. ولست ادري صاحبها من هو، بس انا عارفه مين صاحبك ده. طب ما تحترم ربنا زي صاحبك، اتمتع بيه زي ما اتمتع بصاحبك. يقول لي يلا يا عظمة فيض، مش عذوبة، فيض عذوبتك يا رب التي تخفيها للذين يخافونك. يعني تخليها للناس بتوعك، مش لكل الناس. مش كل الناس ينبصوا بربنا. ده في ناس عندهم لكن ما يعرفوش ينبسطوا بربنا. ليه؟ مش في قلوبهم، مش في قلوبهم ربنا. وربنا احيانا علشان يوضبني يخليني ما اتمتعش بالبركه اللي في يدي. بالبركه اللي في يدي. واحد مثلا يكون عنده تاجر جبنه مثلا من الجبنه البيضاء، تاجر
يوزع، وعنده حساسية للجبن. واحد يكون تاجر بتاع مزارع فراخ وعنده حساسية للبيض. ربنا أحيانا يوظبني ويأدبني يخليني ما اتمتعش بالبركة اللي عندي. ليه؟ عشان مش متمتع به. يا لعظمة فيض عزوبتك يا رب، تحفظها تخفيها للي بيخافونك، الناس اللي بيخافوك، وتصنعها للذين يرجونك. عندهم رجاء. ربنا بيوزع حبه على الناس اللي ينفع يسكب في قلبهم محبته. ويقول في العهد القديم اسكبي كمياه قلبك امام الرب. اسكبي كمياه قلبك امام الرب. ربنا ده حلو. يعمل ايه؟ يخوف بالناموس الناس المتكلين على انفسهم. يا تلاقوا من احنا بتوع الكنيسه كثير متكل على وسيطته ووصيته ومشيته وقوته. ربنا يعمل ايه بقى؟ يخلي الناموس يخوف الناس المتكلين على ذراعهم، ويعضد ويسند الناس المتكلين على ربنا وعزوبة ربنا. افتكر قبل ما اطلع للرهبنه قالوا لي اوعى تروح الدير لحسن يحبسوك هناك، عشان انت راجل خادم، الدير ما فيهوش وعظ. هو طلع فيه. فرحت كنيسه الانبا بلمون، دير الانبا بلمون، مسكت المزامير، طلع المزمور يا رب عليك توكلت فلا تقتل نفسي، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن شكوك فاعلي الاسم. يسقط الخطاة في شباكهم واكون وحدي لغايه ما تعدي القصه. يا لعظمه فيض عزوباتك يا رب. بصراحه كفايه الواحد متمتع بربنا في قلبه. خلصنا بعد كده لا عاوز صحه ولا مال. والصحه والمال بدون عزوبه ربنا وحبه بيخاوي، متعب، ممل. ده يقول طوبى للرجل الذي يتقي الرب. ربنا جواك تصير مقبوضا يعني محبوب، ويكون لك الخير. امرأتك كالكرمة المغصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. تبصر خيارات اورشليم جميع ايام حياتك، وترى بنيك هم ليه العمر الطويل ده بركه كبيره قوي 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 قوي. الناس اللي بيحب ربنا. طبعا في استثناءات يا جماعه، ان يكون واحد في سن صغير يمشي. في استثناءات يا ابونا منسي يوحنا مثلا اتنيح في 29 سنه، وتاسم كان في 23 سنه وعمل 12 كتاب من اعمق الكتب. ماري جرجس مثلا 25 26 سنه، مريمينا 23 سنه، أنبكرات 17. يعني ما في استثناءات، لكن طولة العمر وبني الله حلو قوي. معناها ربنا بيسكن في قلب إنسان. ترى بنيك تبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك، وترى بنيك والسلام على إسرائيل. كتب عن أيوب الصديق إنه عاش بعد التجربة 140 عام، ورأى بنيه وبني إلى رابع جيل. يعني شاف جد الجد. حد في كم ومات شبعان. ما هو شبعان من الاول، قلبه جوه. امال احنا مشكلتنا ايه؟ الجوع اللي من هنا ده، اللي جوه ده، اللي جوه يا اخوي. مشيت الكورونا ورجعنا نشتغلوا تاني يا اخوي، مسرح ريس وسكتش واوبريت وعك طول اليوم، والشباب جعان. ده ربنا يسوع المسيح لما قالوا له الشياطين بتاخد علينا باسم، قال لهم ده بتفرحكم جو دي؟ ما تفرحش ده يا حبيبي، لا تفرحوا، افرحوا بالشبع. قال عنه القديس اغسطينوس اطلبوا كما كان يطلب في لبس، ارنا الاب وكفانا. قال له يا فيلبس انا معكم زمانا هذا مقداره، وتقول ارنا الاب وكفانا، صدقوني انا في الاب والاب فيا.
تعرف يا جماعة، عاوزين خادم أو كاهن في الكنيسة مش عالم، لا ليه؟ أمال ليه؟ شبههم بربنا. يا لعظمة فيض عذوبتك يا رب، يا ابوي هيجن ربنا ده. عذوبتك يا رب تخفيها الذين يخافونك وتصنعها الذين يترجون اسمك. ده الآباء القديسين قالوا طب ما اللي يخافوه زي اللي بيترجوه، قال لا لا لا، اللي بيخافوه دول بيخافوا بالناموس، الناموس يخوف. يقول لا تزني لا تقتل، الجسد للرب ليس للزنا، من يفسد هيكل الله الناموس الله يفسده، من يفسد هيكل الله يفسده. رومية 7 معلم بولس يقول ويح يعني الإنسان الشقي من ينقذ من جسد هذا الموت. يكمل يقول ده جزء الناموس بتاع اللي يخوف، يكمل الجزء بتاع النعمة التي تقول نعمة الله بالمسيح يسوع ربنا. فاللي بيخافوا من الناموس ويترجون اسمه السنة بتاع النعمة. الناموس يخوف الناس اللي بيتكلوا على أنفسهم، والنعمة بتسند الناس تتكل على ربنا ولا يأكل على دروس وفعل نفسه حماية. معلمنا بولس الرسول في الخوف يقول من الخارج خصومات ومن الداخل مخاوف حتى يئسنا الحياة، وكان لنا في أنفسنا حكم الموت. ولما تسند النعمة يقول إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء غير بيد أبدي. نقد بيت خيمتنا الأرضي، حتى لو نقد بيت خيمتنا الأرضي، ما من أول بدء المسيحية وبيموتوا في النصارى وراحوا فين؟ بيزيدوا. احنا إذا نقد بيت خيمتنا الأرضي فبالنعمة نقول لنا بيت آخر غير مصنوع بيد أبدي. ده أيام لما كانوا يضربوا في الكنايس كان الشباب بالنعمة المساعدة المعونة كانوا يقولوا لهم هتضربوا كنيسة إيه عشان نروح نصلي هناك، ما بنخافش. ونخبي إيه بقى؟ بنخبي إيه بقى؟ ناموس يخوف، الناموس يخوف. يقول إن كان إنسان الخارج يفنى يعني فالداخل يتجدد يوما في يوم. ده في كثير من الناس المتكلين على ربنا، تكلين على ربنا فاق عمل ربنا معهم عمل الأطباء والطب. كثير من الناس زي ما قلت لكم قبل كده، الغالي لما رجله ضربت فيها الغرينه بس مستلب على رجلي، فراح الدكتور قال له اعملوا له بتل بقى، بصوا له قال له انت علي الهم ليه؟ ده انبا ابراهيم جاله الحكايه دي والمسيح شفاه. المسيح بتاع انبا ابراهيم هو بتاع النهارده. وبالعين الطبيه بتاعتنا تاني يوم بقت الرجل الزرقاء حمراء والحمراء مش عارف ايه، رجعت تاني. كان عنده هيميبليجيا شال النصف ومشي تاني بعد ما كان يشتري برجليه ولا بيشتري ولا حاجه. ليه؟ افتكر قلت قبل كده يا جماعه خلي بالكم، كثير من الامراض من عمل الشيطان مش من الطبيعه، وللاسف تعالج بالطبيعه وبالتحاليل وبالعمليات والنهايه تبقى موت العيان. لكن معلم بولس قال اعطيت شوكه في الجسد ملاك الشيطان لطمني. في كتير قوي الشياطين بيضربوا الناس، بس عشان الناس متكلين على رب، متكلين على انفسهم مش على ربنا، يروحوا يعملوا تحاليل واشعاعات عمليات ثم القبر. فين ميه اللجان؟ فين زيت الجنديل؟ ده القسيس اللي اترسم امبارح يصلي يقول عبيدك خد، يقول تعهدهم بالمراحم والرأفات اشفيهم بالاوردر بالامر، انزع عنهم عنا كل مرض وكل سقم، حل المربوطين اقيم الساقطين، انت الطبيب الحقيقي انفسنا يا مدبر كل جسد بالامر يدي امر. هذا امر مين؟ للسماء. مش هو اللي قال لهم كده؟ نفخ في تلاميذ القديسين قال اقبلوا الروح القدس
ما غفرتم اغفروا، ما غفلتوها اقفلوها، افتحوها افتحوها، افتحوا واقفلوا، سلطان. يا لفيض، يا لعظمة فيض عذوبتك يا رب. يا ربي الواحد نفسه يدوق 5% حتى من عذوبة الله وحلاوة الله. عذوبة الله، ربنا حلو، يعمل ايه؟ يخوف بالناموس الناس الخطاة اللي بيتكلوا على انفسهم، ويهني بالنعمة ويثبت بالنعمة الناس تكلوا على ربنا. ده داود النبي في خوف في الناموس يقول حبال الموت اكتنفتني، شدائد الهوية أصابتني، ضيقا وحزنا وجد. ومع تعضيد النمل يقول إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، إن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن، وإن قلبت الجبال في وسط البحار. لما ده حتة زلطية وحاجة تحطها في البحر تعمل دوشة، أما لو نزل الجبل قال وإن قلبت الجبال فلا أخاف شر إنك أنت معي، عصاك وعكازك وعصياني. أرى بأعدائي في النعمة بتاعتي، أرى بأعدائي الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، ورجاء بالرب خير من رجاء بالرؤساء. كل الأمم حاطوا بي اسم الرب انتقمت منهم، حاطوا بي احتياطا واكتنفوني، اسم الرب قهرتهم. بيتكلم باسم ربنا مش باسم وضعي واسمي، وضع واسم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد، والتهبوا كنار في شوك، اسم الرب انتقمت، دفعت لأسقط والرب عضدني، قوتي وتسبحتي والرب صار لي خلاصا. يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب ربطتني، فلن أموت بل أحيا أحدث بأعمال الرب. يا لعظمة فيض عذوبتك يا رب. تعمل إيه؟ تخوف وتفرح. تخوف اللي يعتمدوا على أنفسهم، وتفرح اللي يتكلوا على الله. ربنا قال لآدم قدامك طريقان، طريق للموت وطريق للحياة، متى تأكل منها موتا تموت، حر، جنبك على جنبك. هو ذا لطف الله ولطف الله وصرامته. اللطف لك إن ثبت في اللطف، أما الصرامة الذين سقطوا. في كثير من الطوائف المسيحية فقدوا العدل الإلهي، ومرة فقدوا الرحمة الإلهية، ولكن هناك نسبة بين الرحمة والعدل. ربنا حلو، يهدد ويخوف. مرة بقول ربنا بينتقم، راحت واحدة كتبت لي ست كبيرة ما تكتبش ربنا بينتقم، ما بينتقمش بس بيوضب يا حق، ما بينتقمش بس بيوضب. هو ذا لطف الله وصرامته. ليه ربنا حلو؟ ليس لطف فقط ولا صرامة، الاثنين مع بعض. لطف الله صارم وصرامة الله لطيفة. حلو ربنا ده، شخصية معتدلة قوي، متكامل. لطف الله وصرامته. اللطف لك إن ثبت في اللطف، والصرامة يعني عيني الطوائف الإنجيلية بتاعت مارتن لوثر كلهم عايشين على إن ربنا لطيف بس. ده كلام برضه يبقى مش عادل. ربنا صارم بس يبقى مش رحيم. لكن رحمة الله عادلة وعبد الله رحيم، كما يقول ليس الغارس شيئا ولا الساقي شيء. ربنا بينام اللي بيغرس البذرة ويسقيها ويرويها، وبعدين ايه بقى؟ ربنا يطلعها. لا يرمي البذرة يقول له يتولاك الله، ولا ينتظر لما تطلع. غالبا العمل النسبة ما بين الرجل وما بين العمل الناموس والنعمة نص و99.5. عمل ربنا 99.5، وعمل الجهاد والناموس والعمل نص في المية. لكن لا تعطى 99.5 إلا لما تدفع النص. لا تعطى 99.5. لطف الله وصرامته. اللطف لك إن ثبت في اللطف، أما الصرامة الذين حلو قوي ربنا ده.
يا لعظمة فيض عزوبتك يا رب، تخفيها للذين يخافونك وتصنعها للذين يرجونك. الناس اللي بيعملوا الخطية تخوفهم بالناموس. ده يقول اكتب الى ملاك كنيسة افسس عندي عليك انك تركت محبتك الاولى لملاك الكنيسة. اذكر من اين سقطت وتب والا. يا مع ملاك الكنيسة، مع الكل، يخوف بالناموس ويهني بالنعمة. ربنا حلو، مش ناموس بس ولا نعمة بس، نعمة وناموس. يا لعظمة فيض عزوبتك يا رب. حلو قوي ربنا ده. الواحد كل ما يقعد معاه مش عاوز خالص. حلو قوي. احسن افضل شخصية تريح تقعد مع ربنا. امال احنا تعبنا منين؟ بنقعد مع بعض بنعمل ايه مع بعض؟ بنهيج اعصاب بعض. ده لما يكون عندك تجربة ما تقعدش مع حد يطلع اعصابك. ايوب قال لهم يا ليتكم تصمتون فصمتكم يبقى حكمه. واحد يقول يمكن ولادك ويمكن ولادك ويمكن انت ما ربيتهمش. خلوا الراجل قفش وقاعد يسب في ربنا من كتر غيظ، وقال لربنا اتستذنبني لتبري نفسك يا ساتر. ايه يا ايوب ده انت راجل كامل مستقيم. طب ما حاجه تغيظ. ده مراته قالت له بارك الله وموت، ورد عليها بالنعمه بتاعت ربنا. قال تتكلمين كاحد الجاهلات، الخير من الله ناقه والشر نقبه. ده كلام برضه، ده كلام. وضعت يدي على فمي، عرفت الامر من عند الله. ده ايوب في خوفه من الناموس وصل لدرجه يقول ربنا اللي بتتهمني بيهم وبتتعبني دول الجماعه دول، انا استكثر انهم ياكلوا مع كلاب غنمي. يا ايه العظم، ايه الكبرياء دي يا ايوب. ربنا حلو. يا لعظمه فيض عزوبتك يا رب، تخوف المفتري وتسند المسكين. حلو قوي ربنا ده، حلو قوي. افتكر كنت انت امك يعني. افتكر كنت بتكلم من 20 سنه عن ربنا بتاع العصافير، وكان دكتور من كندا كان هنا بتاع دكتور جراح هنا، فراح كندا فجاني اخر الجلاد قال لي انا عاوز ابقى من العصافير. قلت له كويس قوي. بيكلمني من يومين ثلاثه بيقول لي عندي امتحان. قلت له انت مش من العصافير؟ قال ايوه صح انا من العصافير. ربنا بتاع العصافير، ربنا ضد المفتريين. اول ما واحد يفتري جرب ينتهي حتى لو كان مننا. يا لعظمه فيض عزوبتك يا رب، تهدد المعتمدين على انفسهم وتسند المعتمدين عليك. مقيم المسكين من التراب، الراعي في البائس من المزبله، يجلس مع رؤساء الشعب. شوف الحته الجاعل العاقل اولاد فرح. يا سلام، يعني مش واحد، اولاد فرح. كانت هنا واحده من البنات ومتجوزه ليها كام سنه وما جابتش عيال، وتيتا راحت قالت لها روحي ربنا يديك 3. فقالت لها يعني ولاد وبنات يا تيتا؟ قالت يعني 3. جابت 3 بطن واحده. وكانت تقول احسن دريه ولدين وبنيه. احسن دريه يعني احسن خليفه ولدين وبنيه، وبرضه احسن دريه تبكر ببنيه عشان البنت حلوه تعمل نظام في البيت. قالت لها ربنا يديك 3 عيال. فكرت تديها 3 عيال ورا بعض، جابتهم مع بعض توجذر، جابتهم. يقول الجاعل العاقل اولاد فرحه. كررتها كتير على الست اللي كانت تجيني، بنت كانت تجيني رحمه الطفيلي، وبعد كده قالت لي حلمت ابو مجار الكبير. مال ابو مجار الكبير يا اختي؟ قال لي هتجيب عوض وعويضه. يا سلام،
لما الرحم بتاعك عود له 20 سنه عشان يكبر حتى يبقى يا شيخه. شفت ربنا مع الهبل صح. لو شافت ابو مجال الكبير، طب قول لي ما نيجي تقول العضله ايه وصلت لابو مجال الكبير انت لما تفيش تكتب اسمك. المهم جات بعد كده لحد قالت ده الحمل منين تلاقي فيك ورم في بطنك. حلو طلعت انا حامل. جابت عوض وعوض. ومن قبل الكورونا يمكن بسنتين ثلاثه قاعد هنا جاني واحد قال لي يا ابوني مين عرفني يا ابوني مش عارفك انت. قال انا شنو ده ابو عوض وعويضه. قلت له يا راجل انت لسه عايش. الجاعل العاقل. حلو قوي ربنا ده، حلو قوي ربنا ده. يشوف مين اللي عاوز يسند يسنده، واللي عاوز يسند نفسه من غير ربنا هيقع يا عم. ضد المستكبرين. يرفع الودعاء ويذل الى الارض. ربنا حلو. يا لعظمة فيض عذوبتك يا رب. تهدد وتخوف اللي يعتمد على نفسه وتسند وتهني. الله حلو قوي. تعرفوا لما يكون في اب في البيت بالطريقه دي يبقى اب حلو قوي، او ام في البيت بالطريقه دي. ده عين الايام اللي احنا فيها دي احيانا تطلع في البيت ام مشتوته واب مجنون. يا ساتر حرام العيال. صدقوني لو عاشوا يتامى احسن. اب عامل زي مامور المركز، رحت فين جيت منين، وام عامله زي وكيل النيابه. يعني العيال مسكين. يقول له شعرك وبنطلونك وفستان. ايه ده؟ انا هذا بقول لهم في ولد عامل شعره كده منبوش كده بصراحه متعب مجزز يعني. فقلت له يا حبيبي شعرك ده؟ فراح قال ما احنا بنقول له. قلت له سيبوه حريه شخصيه. قال سمعنا ابونا بيقول ايه؟ ده مصلحه حريه شخصيه. ما لو ربنا يسوع المسيح قال لي ست سامريه 5 رجاله بورق تقول انت مالك؟ ده حريه شخصيه. لكن قال لها من يشرب من هذا الماء يعطش، ومن يشرب من الماء لا نعطيه تنبع من بطن مياه ابديه. يقول امحوا الاسم بالتعليم. صدقوني كتير من ولادنا وبناتنا ضلوا بسببنا احنا في الكنيسه ووالدهم في البيت. ما فيش لطف ولا سلام ولا لطف ولا حاجه. فيش لطف. لكن ربنا يا عظمة فيض عذوبتك يا رب تهدد وتخوف اليمة وتحتضن الانسان المحتاج يعتمد عليك. خوف. ده الشباب ده مساكين ما يعيشوا بطريقتهم واحنا نصلي لهم ربنا يسندهم. ما اللي يشرب حشيش ده ما يشربش بكره. ده كله بيشرب حشيش دلوقتي. 90% من الشباب. تعرف ليه؟ من الغلب. مش لاقيين ياكلوا. طب ما تاكلوهم. مش هنولك تاني. ليه يا اخوي؟ ما تقعدوش ليه بتصابونا؟ ما اشوف له شغلانه ياكل منها ايش؟ مش هتناوله تاني. واحد من الاباء في حته معينه وقال لي شاب من الشباب لابس بلوزه حمراء كده جمهوره قوي قوي، حته بلوزه مش معقول حلوه قوي حمراء. قال له ده قميصك ولا بلوزه اختك؟ قال له دي حريه شخصيه. صح حريه شخصيه. ممكن البلوزه بتاعتي من بره تبقى سودة وقلبي من جوه ابيض، وانا ابونا قلبي مهديه سودة ومن جوه اسود. هو لابس الدنيا في المذبح وابيض وجوه. حد عارف ربنا يعمل ايه؟ حد عارف؟ ده ربنا يرحمنا. بنطلع على المذبح وبننزل سالمين من رحمه ربنا بس من اللي بنعمله ببعض. الكنيسه ملوا ببعض يا الكنيسه. يا الخبز يا ناس مش معقول. يا الخبز يا ناس مش معقول. تقول لي مولوده في قلوبنا ثعالب. يقول اجتنبوا الثعالب
الصغيرة المفسدة للكروم. ولا صغيوري كده، احنا عشان بنصلي متأخرين فبنشرب مية للساعة 2 مثلا. ولا صغير كده في مكسومته فبسخروني قال لي يا ابونا بعد ما رجمت التنين قاعد يبكي. قلت حبيبي تبكي ليه؟ قال لي شربت ميه بعد الساعه 12 اتناول. قلت له يا وجعتي انا شربت ميه الساعه 2 ولا ببكي ولا حاجه ولا ببكي ولا حاجه. افتكر في الزجازيق كنت من زمان وبصلي يمكن قبل الرهبنه، ومعي طفل صغير شقي جدا كل 13 بسكوت. هوبا ده صاحبي جوه دلوقتي ربنا يديله الساعه وتلتين 13 بسكوت. وبعد كده جينا في التناول راح ابونا قال لي كل بسكوت كتير. قلت ما يهمش يا ابونا ناوله بس بلا كل بسكوت ان شاء الله ياكل عجل قلب ابيض وانا سايم 24 ساعه وعاوز ميه نار اغسل بيها قلبي. كويس ان ربنا بيسيبنا على المذابح وننزل سالمين. ليه؟ اصله حلو، اصله حلو مش بتاع انتقام، لا اصله حلو. يا لعظمة فيض عذوبتك يا رب، بتخفيها للذين يخافونك وتصنعها الذين يترجونك. تخلي الناموس يخوف الناس اللي هم ايه رايكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ تعمل مع ربنا ازاي؟ ربنا حلو ولا حلو؟ مزمور 34 يقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. واحد من الخدام كان بيحكيها يمكن ابونا تدساوي، فبيقول لقيت واحد راجل مسني كده قلت له ربنا يديك الصحه والعمر 15 سنه. قال له 15 سنه بس؟ قال له انت راجل يعني انا عاوز اقعد لغايه ما المسيح يجي. ليه؟ اصل الموت يخوف كل الناس، خوف كل الناس. اننا في حاجه الى معونه الروح القدس لكي ينقذنا حتى مهم قوي قوي ساعه الموت. وعند خروج روحي مني احضري عندي. آمرت الأعداء هزمي أبواب الجحيم اغلقي لئلا يبتلع نفسي عروسة بلا عيب. ختن الإلهي. ربنا حلو ليه؟ يخوفنا بالموت. القديس العظيم الأنبا أنطونيوس قال لو اعتبرت ان اليوم ده آخر يوم في حياتك هذا يمنعك عن الخطية. ما احنا بنصلي ليه صلاة النوم؟ تحت الموت. وباللفظ الطبي في ناس سهل اول واحد يموت في الليل، مش كده يا دكتور؟ عشان في برس انبساتك في الليل، النفس هادي والمصرين هاديه والقلب هادي 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 هادي. اصغر جلطه تجيب احسن تخين. الواجب كل واحد فينا يصحى الصبح يشكر ربنا كتير. ليه؟ ان صحينا. يجب نشكر ربنا كتير ان صحينا. فربنا ربنا حلو، حاطط الموت بيخوفنا بيه، والنعمه من ناحيه تانيه بيسندنا بيه. حاطط الموت يخوفنا بيه، والنعمه من الناحيه التانيه بيسندنا بيها. حتى ان الكثير من الاباء القديسين اشتاقوا الموت عشان يفلتوا من هنا بقى. لما بيقول لي اشتاق ان انطلق واكون وان ابقى في الزم من اجلكم، بس اشتاقوا الموت. ربنا حلو يخوف بالموت ويسند بالنعمه. في اسطوره تقول، مش عارف اسطوره ليه، اسطوره تقول شاب يجي واحد واقف قدامه قال له انت مين؟ قال له ملاك الموت. قال له عاوز ايه؟ قال له عاوز اخدك. ما جاي ليه؟ انا هقول لك جود مورنينج. هقول لك ايه؟ جاي عشان اخد حضرتك. اول ما حد يقف من الشمال اقول له تعالى من هنا كده لو سمحت، عشان ملاك الموت بيقف على الشمال. انا اقول هعمل عمله اخر عمله في حياتك. قال له تاخدني فين؟ انا راجل مسكين صغير، شاب صغير في سنه، معي عيال طفلين. لا ممكن تديني عذر شويه كده واجازه شويه كده وتجيني تاني، بس قبل ما تيجي اديني خبر انك جاي. قال له ماشي. صحي من النوم قال اوه ده حلم.
أتمنى ألا يكون حقيقة. ده حلم، أتمنى أن يكون حقيقة. ربنا بيكلمنا في الحلم وفي الرؤية وفي الإعلان. عشان نفهم، ما بنفهمش. أحيانا يجيب لي حلم ما يبقاش من الباك مايند، لا، حلم جديد عشان يقول لي الخطة بتاعتك ماشية كذا. ده في كثير من الآباء بيشوفوا هو هيموت امتى، ويقعد متهلل عشان هيموت، مبسوط منشكح، مالك يا منشكح، مروح يا راجل مبسوط. كان ابونا انجيلوس لونتون قبل ما يريح نفسه، وانبأ اثناسوس بتاع بني سويف القديم. ابونا انجيلوس كل ما يصلي يقول يا رب خلينا انبأ اثناسوس عشان نفعنا يا رب، ونفع الابروشيه ونافع ولادنا يا رب خلونا. دخل عليه انبأ اثناسوس في يوم قال له بقول لك ايه، تعملش كده، انا حرام عليك، انا عاوز اروح. من كتر اتفاقاتهم مع السماء بيحب اروح امتى، زي الطالب بتاع الجامعه، والحمد لله خلصت البكالوريوس رايح لماما اللي هتاكلني ماما مش المطبخ، واللي هيكون معي بابا مش عمه. الحمد لله يئن ويشتكوا. وكتب في بستان الرهبان ان عيد الرهب يموتوا، ما احنا بنموت ونصلي عليه صلاة الموت، لكن بيقوم تاني ويتخانق وياكل ويشرب ويفتي يعلي صوته كده. امال امتى عيد الرهب؟ لما يموت بقى. وافتكر ان هي حلم وسكت واشتغل، بقى راجل غني، كبر ولاده، جوز ولاده. وفجأة جاله ملاك الموت، قال له انت مين؟ قال له ملاك الموت. يا عم تطلع الراس. مش معقول، قلتها اكتر من مره يا جماعه، الارض دي فيها خطيه وشيطان وموت. ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ حرام كده، محدش يتكلم التاني على فكره، الواجب محدش يتعب التاني ولا حتى ما يعملش ولا حاجه، كفايه الثلاثه الحمد لله نشكر ربنا. الثلاثه على الكل، وضع على جميع الناس ان يموتوا. وبعد ده انت تقدروا تقولوا لي لو اسال اقول مين الشيطان مش مطلع عينه؟ ما فيش حد طلع عينه. كل الخليقه تئن تماخذا. يعني الايام دي في حرب، وفي دولار بيغلى بيجي 50 بيجي 100% بعد ما مش عارف في سنه، وغالبا يعني 99% من البشر معاهم بتوعات الكنيسه بيحكوا في الدولار. يا ما ربنا مين؟ حد فضيل يا راجل؟ حاشا. كنت في العالم بشتغل مع دكتور، وكل يوم يسأل بتوعات الدهب بيجوا بكام النهارده؟ قلت ياخد ده مراته نكديه جوه كلهم على الدهب. طلع بيتاجر في الدهب، يتاجر في الدهب مشغول. وين بالذهب؟ لقي ملاك الموت قدامه، راح قال له انت مين؟ قال له ملاك الموت. قال له يا عمي جاي ليه؟ قال له جاي ليه؟ عشان كفايه كده بقى، يلا بينا نقول له باي باي انا وانت. حلو قوي ملاك الموت ده على فكره، بيخلصنا من اللي احنا موجودين فيه. قال له مش قلت لك يا استاذ ملاك موت قبل ما تيجي تبعت لي حد تقول لي تديت خبرني، تبعت لي رسول تقول لي انا جاي يا اخي؟ قال له سبت لك 7 رسل. اول رسول عينك كان يتحدى 6 على 6 دولك يا دوبك شايف، ده كان بيقول لك هتعجز. وتاني حاجه ودنك كانت تسمع 100% عشان شاب، ودلوقتي ما سمعش. ده في بعض الشباب بخاف منهم يشتغلوا وهو بيشتغل يديك ودنه. قال له ما عندك ودنك؟ زي كثير من السواقين في العربيات بتاعت الآباء
المطارنة والأساقفة والآباء في الكنيسة يسوق ويدوا ودنه، وكل أسرار الكنيسة بتطلع في العربيات. بصراحة ما بحبهمش، ما بحبهمش. كان عندنا واحد في بهجورة أبونا بسخرون، راجل كبير في السن وحلو قوي، بس عيني ودنه تجيلة. والبيوت بتاعت بهجورة والبلاد بتاعت الريف تلاقي أوضة تحت اسمها المنظرة. المنظرة دي يستقبلوا فيها الناس، فأبونا كان ياخد الاعترافات في المنظرة. اللي تعترف عنده يقول لها تقول لها كل الشارع يسمع ما عدا هو. كل قال له ما شفتش الرسول الثاني اللي هي ودنك اللي كنت تلقط بيها الألفاظ النابية اللي بتنجس قلبك، ودلوقتي الحمد لله ده ما ده رسول. سنانك اللي كانت تاكل الحجر ودلوقتي عدة مرة ومش عارف يعملوا لك الأسنان دلوقتي بتاعت الأسنان بيفتوا. مرة قال يزرعوا مين يا عم؟ فردنا زرعت الواحد هو مخلص، تزرع له ليه من الأول؟ المهم وأقول لي بتوع الأسنان أنبول واحد بس، أونلي وان، ما تديش اثنين. ليه؟ مأثر على قلبه يا عم. هي الأسنان قاعدة بعيد عن الكبد والبتاع، ما قاعدة في واحد فيه. وجماعة يا عيني بتوع الأسنان بيسامحوني يعني ما لهمش في الطب، ده هم أسنان بس. خلاص خليكم في الحشو والخلع والدلع والعد وكده، بلاش يعني ما تلعبوش قال له فاكر الرسول الثاني ده اللي هو اثناء كنت تاكل الحجر ودلوقتي يعني مش قادر تنطق ولا. تيتا قعدت لغايه سن قرب 90 تقزقز لب. طبعا طبعا طبعا. قال له الشعر ما ده رسول، مش كان اسود وبتشيك بيه وبيجي ابيض. وكمان الجسم مش كان عامل زي النخله، ده احيانا واحده تكون جمورها شويه تمشي بالفستان بتاعها والكعب اللي بيطقطق طق طق طق، مالك في ايه؟ جموره. افتكر في السبعينات كنا نروح في طحطة في خدمة، كنا في الجامعة، وانا قاعد عند واحد راجل ترزي كده كنا بنفتقده طبعا قبل كنا في الطلب، ولقيت واحدة ماشية عاملة كده يعني وشها في الأرض. قلت باسم الصليب القوي ايه ده؟ راح الراجل اللي كنت قاعد عنه قال لي تعرف يا بيه البت دي الست دي هي وبنت جننت البلد كلها، كانت تطلع على سنجة 10 وطق طق 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 زي ما بقول اشياء خميزات بعينهن ما شاء الله ايه اسم الصليب. قال له فاكر الرسول بتاع جسمك اللي كان مهذب زي النخله، وفاكر الشهوه اللي كانت فيك انك تاكل وتشرب ومش عاجبك؟ ده احيانا وسط الناس اللي بتوع الكنيسه والدير نتكلم عن الاكل، واكل ده اكسبايرد وده كويس وده مش كويس حتى في الاديور. قال له فاكر لما كنت صغير دول 7 رسل بعتهم لك. ربنا حلو يخوف بالموت ويسند بالمعونة يخوف بالموت ويخلي اللي بيعمل خطيه يمنع الخطيه ويثبت بالنعمه الالهيه فيشتاق الانسان للموت. ربنا حلو قوي. يا لعظم يا لعظم محبتك يا رب، يا لعظم محبتك، يا لعظم يا لعظم فيض عزوبتك يا رب. تخوف الناس اللي بيسندوا انفسهم اللي بيتاكلوا على انفسهم، وتهني ناس يتكلوا عليك، وتهني ناس يتكلوا عليك. ربنا حلو قوي، بيوزننا بيظبطنا بيعمل لنا اورجنايزيشن حلو وتختلف معاه سنه وصالح وقعد عشان ربنا طيب وكريم اللي بيخوف الناس
دايما اللي يخوف الناس اكل عيشهم ومستقبلهم. النهارده جاني واحد يا عيني الايام دي الشغل قليل، وقال لي عملت كذا وما نفعتش، عملت كذا وما نفعتش، الشغل قليل قوي، وربنا بقى يفتح الرزق للناس. امبارح كنت بقول كنا هنا قاعدين مع مجموعه هنا، كنت بقول لهم في 3 بيبيدوا البشريه ويهنوها: البافرتي الفقر، والديزيز المرض، والاجنورنس الجهل. وتعمل ايه؟ ممكن تبقى كارث، مش ضروري تلبس ده، تبقى كارث تبدد الجهل اصعب تجربه موجوده على الراجل جيبه ما فيهوش فلوس. اصعب تجربه، كل ما قابل واحد ما يقول له معاك كام واعملهم ازودهم له، يجيب بيهم سجاير ما يجيب، وبعدين اصلي له عشان يتوب، بس يبغى يجيبه فيه فلوس. ايه المشكله؟ اجيب هو بيجيب سجاير بمزاجه، ده بالغلب. زي الرجال اللي قاعده على القهاوي كتير قوي دلوقتي، ليه قاعدين منيع على القهاوي؟ من غلب الستات، لا مؤاخذه، ما قاعدين ليه على القهوه. هو يعني الراجل لو لقى الست عامله له عصير مانجا هيروح يشرب عصير جوافه على الكافي شوب. فربنا جميل، ربنا جميل، يخوفنا ويسندنا، يخوف المتكل على نفسه ويسند يتكل على ربنا. فاكل العيش يخوف كل الناس، اما الناس بتاعت ربنا لا، خافوا ازاي؟ خافوش. ده ايليا النبي راح لست الارمله قال لها اعملي لي كحكه عشان اكل من الجوع، وقال ربنا ان شاء الله اختلفت انا واخاب ووقفت الدنيا كلها و6 شهور ما حدش ينزل والجوع موجود فاضي، مين هيعولني؟ قال له ارمله تقول انا الراجل النبي، انا تقول ارمله؟ ده الكلام برضه يا رب. ارمله راح قال لي اعملي لي كحكه. قالت له كحكه ايه يا ابو العم انت يا عم النبي؟ ده في عندي شويه دقيق وشويه زيت، هعمل كحكه ليا ولد ونموتي. قال لها حي هو الله، تعملها وحي هو الله، كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص، هو كل الطير يتاكل لحمه؟ لا. امال مين؟ اللي مش متكل على ربنا. اللي مش متكل على ربنا يخاف، يبقى عايش خايف. اللي يتكل على ربنا يا جماعه احنا من فين؟ من التكلين على ربنا ولا مش متكلين على ربنا؟ مش متكلين على ربنا، ربنا يسامحني، بقيت لساني الطويل الايام دي، ربنا يسامحني. المتكلين على مش متكل على ربنا هتشوف المر في الارض، المر هتدوقوا بلسانك المر مهما كنت. زي ما قلت قبل كده في الاول، احيانا ربنا يكون مش راضي على الانسان يخليه ما يتمتعش بالخير اللي عنده، مش اللي عنده هو. زي احيانا ربنا يسامحنا واحد فينا يكون كاهن وعنده سلطان ويعمل خبز مش عارف جسد، يقف على المذبح متنكد يا عيني، وبعدين يعمل ايه؟ كل الناس تتناول، هو لا، هو كان متنكد. يا 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 الكاهن لما يصلي الحل يقول عبيدك وضعفي، عشان الكل ياخد الحل مع بعض، عشان الكل ياخد الحل مع بعض، الكل ياخد الحل مع بعض. واحد حكى لي من الاباء، قال لي واحد مضايقني قوي قوي، جاء قال لي اجرى لي الحل، رحت جريته وشيت المرضى. طب ليه كده؟ قال لي عشان اصله بيلعب عليا. قلت له ده كلام برضه، هو قال لك اجرى لي الحل بيجي حل. وضعفي حقارتي، عامل زي العبيط بس فاهم كل حاجه. اللي يجي يقول لي اجرى الحل اقول له على طول انا عارفه بيعمل ايه، بيعوز الحل كويس برافو، كان ممكن ما يعوزش الحل. بيلعب عليا انا وبيستغفلني انا عشان اخد الحل، طب بركه كويس، علشان ربنا يقول لي برافو عليك عشان تديله الحل. وما اديتك الحل ليه؟
ادانا الاصولتي عشان الريسبونسبيلتي، ادانا الحل والربط والسلطه عشان نحافظ على ميزان الكنيسه مش نهدها. احرم داود ايه بعد ما نحرم داود نشتغلوا بمين؟ ذهبي الفم قال ربنا ادانا سلطان الحل والربط عشان نحل المربوطين، مش نربط ما كتير مربطين، اللي مربوط في سيجاره ولا مربوط في مراته ولا مربوط في كرسيه ولا مربوط في مش عارف في امواله، كثير قوي 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 قوي. فاللي يتكل على ربنا في اكل عيشه ربنا يتولاه، واللي يعتمد على ناس وعلى ذاته في اكل عيشه يا عيني يخاف على ايه؟ الاكل عيش، خاف على اكل العيش. ده كتير من الناس عايشه في رعب، يقول لك الواد والبت والواد في رعب. ليه؟ عشان المستقبل بتاع الولاد في رعب. عجبتني قوي البنت اللي مامتها قالت لها يا بنتي اتجوز عشان اطمن عليكي قبل ما اموت. قالت لها انت يا ماما اتفضلي موت وانا ربنا موجود. انت اتفضلي ارقدي. صدقوني الشباب حلو قوي، الوالدين عايلين الهم اصله، فهم الشباب لو عايلين الهم زي الوالدين. على راي الدكتور حسني كامل اللي هو ابو الاستاذ ايمن اللي توفى قلت امبارح، كان بيقول لنا ايه؟ زمان الناس كانت كل واحد تلاقيه كان يقول له جود مورنينج ومبسوط، دلوقتي كل واحد يقول له جود مورنينج. مالهم دول؟ مالهم مكتئبين ليه دول؟ ده واحده اتصلت بيا من 3 4 ايام قالت عايزين نعمل معاك نسال الناس المكتئبين نجاوب عليهم. قلت لها لا لحسن شهر اكتئب انا مكتئب واحد يا عم احل على راسي. طب ما كله مكتئب، ده فوق 90% من الناس مكتئبه يا جماعه. مش قلت لكم قبل كده بقول في الرب مع جميعكم من حوالي 20 سنه، بصيت لقيت ناس تملس على في الكنيسه دول، فبقى كده لما اقول الرب مع جميعكم ما اغمض عيني عشان ما اشوفش الاكتئابات. كنت بحكي مع طب من الاطباء قلت له افرضها العيان عاوز ابتسامه، قلت له ربنا يسامحك، قلت له احيانا تدخل عنده دكتور تعملش حلو كده وتمام انت والدكتور وشه يقطع الخميره من بيه. طب ليه يا عمي؟ طب هو العيان اصلا تعبان كمان انت تكمل عليه بدل ما تقول له الف سلامه زي الدكتور وتوفى ربنا ينيح نفسه. وكان يدخل عنده واحد يكون 70 سنه يقول له عندك ايه؟ يقول له عندي بروستات هتعمل لها ايه؟ يقول له نعمل عمليه، يقول له هتعيش كم سنه تاني وانت مالك يا اخي؟ وانت مالك يا اخي؟ قد يموت الحفيد ويبقى جد، يموت الحفيد ويبقى جد. فاللي عيشته امواله وكيانه المادي يتكل على ربنا يهنيه، واللي بيتكل على ذراعه زي ما كان يقول انبا مخيل اسيوط طول عمر سيدنا انبا يؤنس كان يقول اللي معاه سيده محدش يكيده. طبعا معاه سيده مين يقدر يكيده؟ الواد رامي كان ولا مش عارف مين زي ما جت في امريكا وبابا جاب له كره ملونه جميله كده حلوه قوي، حلوه جميله قوي خدها بقى. عارفين العيال الصغيرين يبقوا فرحانين بالحاجه قوي، زي ما تجيب له شوز كده يروح هو ماشي يبص على الشوز. اذا كنت عاوز تفرح ولد زغنطوط يجيب له شوزات كتيره عشان اصله لابسه. يبص عليه كتير. لما كنت في سنه اولى اعدادي كان ولا في سته ابتدائي، كنت في سته ابتدائي وجابوا لي شوز، الولد جاب لي شوز ابيض باسود وحته قميص وبنطلون حلوين قوي في عيد الميلاد، ورحت بيهم الكنيسه، كنيسه ماريو يوحنا في نجي حمادي، وجيت دورت على الشوز بتاعي خدوه، وقعدت عيني امشي بحافي اصلي مش شخصيا عشان يجيبوا لي حاجه ثانيه، وقعدت امشي حافي وانزل في الميه واروح، وكانت ليله مش نافذه، وكنت فرحان قوي بالشوز جوه بص عليه اخر.
لغايه دلوقتي اي حاجه تفرحني مع الرغم من سني، اي حاجه. المهم رحت الصبح، رحت جبت الشوز اللي كان قديم اللي عندي، ورحت بيه واذا بي اجد الشوز بتاعي في رجل طفل من اطفال الملجأ. كنت مبسوط قوي، ورحت عند الهيكل قلت ابانا الذي في السماوات، قلت اشكرك يا رب ان انت فرحتني انا بالبنطلون القميص، وفرحت الولد ده اليتيم بالشوز بتاعي، مشكرين. والفرحه بتاعتي كانت خد الكره بتاعته الاخ رامي ده، كان ولا مش عارف مين، كره من اللي وانا قاعد يلعب بيها تمام التمام، وراح شايتها شوته كده، راحت على الترعه من الناحيه الثانيه. واللي راح الكوبري عشان يجيبها له، واللي عام عشان بعد ما نطت على الارض نطت فوق عربيه دخلت جوا عربيه، والعربيه مشيت. يا عيني الفرحه ما كملت، على راي بتوعت الصعيد بتوعت الحزن، يقول لك جات الحزينه تفرح ما لقيت مطرح. في ناس واخده على الغم، ما مش مستحيل ان شاء الله تكون بالزغر جنب، هو متنكد ليه؟ قلبه مش ما فيهوش فرح. طب يعملوا ليه؟ عايزين نزغزغهم الجماعه. وقاعد يبكي الاخ لما رجع البيت، شكله ابوه كان على كده يعني. رجع البيت ومامته قالت له محمش يا حبيبي، ربنا قادر نجيب لك كره تاني ان شاء الله، اعدك يا حبيبي هجيب لك كره تاني عشان ما تبكيش. وطلع بعد كده من غير كره عشان يقعد مع الولاد ينصبوا يوم او يومين على روح الكره الملونه. لقي راجل شيخ كبير كده، راح قال له يا عمو عاوز تروح فين يا جدو؟ قال له عند الجماعه اللي هنا دول يا ولدي، مش عارف المكان. راح ركب معاه في العربيه ووداه عند الجماعه دول. قال له مش شكرين يا حبيبي وصلتني، انا عاوز اديك حاجه هديه. راح اداله كوره. راح قال له لا يا جدو جبتها منين؟ ده انا كنت بقول ربنا يجيب لي كوره. قال له حبيبي انا جبتهاش، ده انا امبارح من معدي من هنا جات كوره نطت دخلت العربيه. كياني واموالي مش في خطر لو انا مع ربنا. بقول لهم دايما كده، كل اموال ما فيهاش عشور عليها خطر شديد جدا، غالبا هتفقدها هي واللي جاي وراها كمان، واللي جاي وراها كمان، واللي جاي وراها كمان. زمان كانوا يعملونا يحذرونا من اموال الكنيسه. يقول لك مال الوقف مش عارف ايه. حتى احنا في مدارس الاحد نلم العطا مثلا 10 جنيه، عاوز افك 10 جنيه اديها من الخدمه عشان يفك لي، خدهاش. بس احنا الايام دي ذمتنا بقت استك، ده احنا الواحد يجيب الفكه كلها بتاعت الصندوق ويروح يقول لي اعملوا بيها مش عارف. طب ما تعدها، مش نازلها في الحسابات يا اخويا. الاموال اللي فيها اتكال على ربنا حتى لو نطت من الناحيه الاخرى ودخلت في اي مكان وراحت في حضن العفريت الاحمر، ترجع مره تانيه. ارمي خبزك على وجه الميه تجده في حلو ربنا ده. يا لعظمه فيض عذوبتك يا رب. انت حلو قوي، حلو. تعمل ايه؟ تهدد اللي بيعمل الخطيه، والناس متكلين على انفسهم، وتسند الناس المتكلين عليك، تسند الناس المتكلين عليك. برضو مش عارف في مكان في قطار سكه حديد المزلجانات، وفي عربيه جايه طيران، والراجل بتاع سكه الحديد اللي هو بتاع المزلجان قاعد يصرخ ويصرخ، محدش شافه. راح القطر دخل في العربيه ده، كلهم ماتوا، وفضل واحد عظمه اتكسر. قصه حقيقيه. ولما راحوا سالوا الاخ بتاع المزلجان ده، والراجل ده كان موجود اللي اتضغضغ واتكسر، قال له انت يا بتاع المزلجان كنت بتشوع في يديك واحنا مش شايفينك، لكن لو معاك لمبه معاكش الفانوس، لو معاك فانوس كنا شفناك. من هو الفانوس؟ الروح القدس الموجود في داخلنا،
إذا وجدت نعمة الروح القدس في داخلنا نتمتع بعزوبة الله الذي يهدد اللي يتكلوا على أنفسهم ويسند. وأبقى متأكد منه لو كان نعمة الروح من جوه، أبقى متأكد منه. يا أبونا تدرس يعقوب بيسألوه بيقولوا له واحدة بتقول له إحنا يعني متأكدين هنروح النار ولا ربنا هيودينا السماء ولا إيه؟ ان شاء الله شغلة ربنا معانا يعني هودينا فين يعني؟ قال لها معاكي بنت بتانية سنة ولا ايه؟ قالها تصوري لو بنتك هي وجاية قالت لك يا ماما اجي ولا لا؟ ممكن تبيتيني عندك النهارده ولا انا سقطت في الامتحان؟ طبعا. اللي هتقولي لها ايه؟ هتقولي لها ايه؟ لما رآها من بعيد تحنن. صدقوني ينقصنا معظمنا ويمكن جميعنا نور الروح القدس في داخلنا لكي نتمتع بعزوبة الله اللي يخوف اللي مسنود على نفسه ويسند. احنا يا رب مسنودين عليك، ليس لدينا اخر سواك. كل ما اجي اصلي اقول له احنا مسنودين عليك، ليس لدينا اخر سواك. اغلق الباب وحاجج في ضجع الليل يسوع، واملأ الليل صلاة وصراعا ودموعا. يا صديقي مضى الوقت نزاعا وحروبا واستمر الحال مثل نمد شعبا، فادخلا المخدع واركع واسكبا النفس سكيبا، قل له اشتدت وضاقت افتح الباب الرحيبا، قل له يا رب إني عاجز لن أستطيع، وعرض الأمر وحاجج في دجى الليل يسوع، واملأ الليل يا العظم في عزوبتك يا رب. بتحفظها ليترجونك وللخائفين. اللي بيعملوا الخطية مسنودين على أنفسهم بتخوفهم، واللي مسنودون عليك والمعونة بتاعتك بتفرحهم. ولهنا المجد دائما أبديا آمين.